مساء الخير عليكم يا البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله راح تنال اعجابكم. وصفتنا اليوم هي لحميص، او كاين مناطق يسميوها سلطه مشويه، كل واحد كيف يسميها. واش اللي نحتاجو في هذا المقادير؟ نحتاجو عندنا فلفل، قرون فلفل. انا درت هنايا 5 قرون فلفل، شويتهم على الطابونه. ودرك بعد ما شفتهم مازالوا سخونين دوك نحطهم في ساشيه هكذا، نحطهم في ساشيه، نربطهم ونحطوهم في صحن بلاستيكي وندخلوهم للمجمد مده نصف ساعه 45 دقيقه حتى يبردوا تماما. كي تمسوهم تلقاهم باردين. باش نقدروا الفايده من هذه الخطوه هي الجلده تاعهم الكحله هذيك اللي تشوطت نحيوها فاسيلمون، يعني بسهوله. دوك نديهم نحطهم الفريجيدير الكونجيلاتور. نعاود نولي لكم بعد ما حطيت الفلفل تاعنا في الكونجيلاتور. الوقت اللي يبرد نروحو حنا نوجدو الفينيغرات تاعو، خل ابيض ولا احمر كيما تحبوا، زيت عرب، فلفل اسود، ملح، وسنينات الثوم. انا درت هنا 5 سنات صغار، وانتم ديروا كيما تحبوا على حساب الذوق. والطماطم هذه نحتاجوها من بعد كي يبرد لنا الفلفل باش نقطعوها. اول حاجه في الفينيغرات واش اللي نديرو؟ نحكمو نديرو زيت عرب. دوك نكيل لكم انا بالفنجال. انا نكيل عيني ميزاني ونشوف. زيت عرب هنا حطينا فنجال زيت عرب. انا نزيد شويه خاطر ما عمرتوش هكذا. فنجال معمر الفم زيت عرب. الخل نزيدو ربع فنجال، شوفوا، ربع فنجال خل. نزيدو ايضا فلفل كحل، حوالي نصف ملعقه صغيره. نزيدو الملح انا دوك نملح لا فينيغريت فقط، ومن بعد كي نقطعوا هذاك الفلفل والطماطم نزيد الملح على حسب الفلفل اللي عندي باش ما نغطوش في الملح وما تجيناش مالح. ثوم نربيو الثوم تاعنا. صرتش بزاف لا فينيغريت كيما على بالنا كامل باللي الفلفل يطلق الماء هكذا. البنات درك البنات نديو الفينيغريت هذه نحطوها في الفلفل. الوقت اللي يبردنا الفلفل نصيحه برك البنات من الاحسن لحميص هذا ديروه ساعتين او 3 سوايع قبل الغداء ولا قبل العشاء تاعكم، باش المكونات هذيك تدخل مليح في بعضها. وكي ديروه تحطوه في الفريجيدير، ماشي تخليوه في الفريجيدير وما تزيدوش يوليو حتى الوقت تحطوه فوق الطابله وتعشاو. لا، حنا كي نحطوه في الفريجيدير نستناو نص ساعه 45 دقيقه، نروحو نخلطوه، نزيدو نخليوه، نزيد نص ساعه واحده اخرى، نزيد نروح نخلطو، نبقى نخلطو كيما كاع حتى يوصل وقت العشاء. بعد ما برد الفلفل تاعنا دوك نروحو نقيوه، نحيولو هذيك القشره. شوفوا كيفاه كي نحطوه في الكونجيلاتور كيف القشره ديك تكون سهله تنحى ليه هكذا. هكذا نكملو. شوفوا كيفاه تقدروا حتى ديروهم باليد فقط، هكذا ما تحتاجوش خلاص الموس. دوروها بهذه الطريقه فقط، شويه تنحى بسهوله هكذا. ومن بعد البنات باش نديرو نحكموا يدنا هذه ندخلوها في الماء، ندخلوا يدنا في الماء ونحكموا القرن تاع الفلفل تاعنا هكا نديروا له هكذا. نحيو الزايد، ما نغسلوش الفلفل بالماء، ندخلوا يدنا برك في الماء هكذا. نحيو الكحول هذيك الزايده، نزيدو نشلو يدنا هكذا هكذا هكذا. الفلفل تاعنا القرن تاعنا كيف ولا نظيف مشوي هكذا نحطوه مع صحاب. وانا ديجا نقيت الكميه الاخرى تاع الفلفل. درك نروح نمسح البلون دو طرافاي ونعاود نوريكم نكملوا الوصفه. بعد ما نقيت الفلفل دوك نروحو نكملوا الوصفه تاعنا. نحكموا الفلفل تاعنا
نحيولو الراس هذاك، نحينا هادي، نحيولو الراس هذاك، نحلوه على الزوج، نحلو الجهه الفوقانيه برك ما نقطعوش كامل. نحيولو هذه اللحمه هذه ولا الخيط هذا اللي يجي من داخل فيه اللي لاصقه فيه زريعه هكذا، نحب الموس فقط. هذيك الزريعه كامله هكذا. ومن بعد نروحو نحكمو، نديرو خطوط ولا شرائط هكذا تكون رقيقه، ما رقيقه خلاص ما خشينه. ومن بعد نحكمو نقطعوه مكعبات ولا مربعات هكذا. ونحطوها في الفينيغريت اللي وجدناها. نكملو كامل الفلفل هذا بنفس الطريقه، نكملها بنفس الطريقه. نعمل قطعنا الكميه تاع الفلفل هذيك. دوك نروحو نكملو نقطعو الطماطم مكعبات، هي تاني تكون نفس الحجم تاع الفلفل هكذا. نديرهم براج، ومن بعد البرج نقسموه على 2 كذا، نديروهم مكعبات صغيره بهذا الحجم. شوفوا هنا الحبه تاع الفلفل والحبه تاع الطماطم قد بعضها هكذا باش يكون تناسق بيناتهم كذا. دوك نكمل نقطع الكميه تاع الطماطم هذيك كامله ونعاود نرجع لكم. دوك هنا نخلط ونشوف اذا كميه الطماطم كافيه ولا نزيد. هنا مازال ما ملحش، خاطر ملحنا غير لا فينيغريت برك. انا طريقتي يعني نخدم كيما هاك باش ما تجينيش مالحه. نروحو نزيدو هذه فقط ونحبسو. كملت التقطاع تاع الفلفل والطماطم. دوك نروحو نملحوه، خاطر ملحنا في الاول ملحنا غير لا فينيغريت. درك نملحو كميه الفلفل والطماطم اللي درناها. درك هنا عينك ميزانك تجيك هكاك واحد المغرف تاع قهوه. نخلطوها هكذا، نخلطوها مليح هكا وندخلوها للثلاجه. كي ندخلوها للثلاجه بعد نص ساعه او 45 دقيقه نخلطوها هكذا باش تخلط جميع المقادير مع لا فينيغريت ونرجعوها. ما نغفلوش عليها، كل نص ساعه 45 دقيقه نخلطوها. ونلتقي في صحن تقديم ان شاء الله. هذا هو الحميص تاعنا بعد ما كملناه. ان شاء الله تكون عجبتكم النتيجه. اذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، اشتراك وفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم كل جديد. ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.